ارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي سجلت مساء أمس الجمعة، وحدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوزي إلى 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة 7 صباحاً. وأوضح الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية في لقاء صحفي صباح اليوم السبت أنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوزي، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوت، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية. وأضاف أن هذه الهزة الأرضية أسفرت أيضاً عن انهيار عدد من البنايات بهذه العمالات والأقاليم، موضحاً أن القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية تواصل تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار.